حبيناهم، يا دنيا ليه، أبو سمرة المعجباني، كان كل أملي، أهل الغرام. بهذه الأغنيات التي غناها المطرب الشعبي مجدي الشربيني في التسعينات، لم يكن يعلم أنها ستكون خير معبر ومجسد عن تاريخه الفني الطويل. ولد في 25 من مايو عام 1962 بحي العباسية، وكانت بدايته مع الغناء وهو في سن 9 من عمره، حيث بدأ المشاركة في الحفلات المدرسية، ثم اتجه إلى الغناء في الأفراح الشعبية والحفلات، ثم سلك طريقه إلى الاحتراف، وأصدر أول ألبوم غنائي له بعنوان حبيناهم في عام 1989، وثاني ألبوم غنائي له كان بعنوان أهل الغرام في عام 1990. ولم يكتفي بذلك، وإنما خاض تجربة المسرح في عام 1994، حيث شارك في مسرحية دق يا مزيكا تأليف وحيد غازي وإخراج حسام الدين صلاح، وتم عرضها على مسرح إسماعيل ياسين بالإسكندرية. وعلى الرغم أن المطربين الذين ينجحون على الساحة الفنية يتجهون إلى القاهرة، إلا أن الشربيني فعل العكس، وكان ذهابه إلى الإسكندرية سببا في بداية اعتزاله. وعن تجربته في الاعتزال قال المطرب في لقاء تلفزيوني أنه كان دائما لديه قناعة داخلية بأنه يسلك طريقا لا يعرف إلى أين ينتهي. كانت هذه المرحلة في حياة المطرب الشعبي بداية من عام 2006، حيث اختفى فجأة عن الساحة الشعبية والفنية، وقال أنه اعتزل الغناء واتجه إلى الإنشاد الإسلامي، وأصدر ألبوما بعنوان أنا راجع إنتاج شركة هاي كواليتي للإنتاج الفني. وفي عام 2012 أصدر ألبوما آخر إنشاديا بعنوان بين السطور. وفي عام 2014 كان له آخر إنشاداته الدينية بعنوان رمضان. ومع نهاية عام 2015 فوجئ الجمهور بتعاقد المطرب مجدي الشربيني مع مؤسسة الجابي للإنتاج الفني لإصدار أعمال غنائية جديدة، يبدأها بطرح فيديو كليب على القنوات الفضائية قريبا بعنوان يا دنيا ليه.